يا صحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله الفيديو ده هيكون فارق جدا في حياتك. الفيديو ده من الفيديوهات اللي إن شاء الله هتكون نقطة انطلاق في التغيير للأفضل لتحسين جودة حياتك. بنحاول نحسن في البيت ونحسن من ولادنا أو نحسن من دخلنا والماديات في حياتنا، نحسن من حاجات كتيرة، لكن حاولت تحسني نفسك إن بقت مطفية. يعني جودة الحياة نفسها انت راضية عنها؟ حياتك اللي عبارة عن موبايل بالساعات، مفيش حركة، مفيش اهتمام بجوانبك النفسية، سواء كانت اجتماعية أو سواء كانت جوانب دينية شخصية ثقافية. بقيتي مطفية لدرجة مش طبيعية. جودة يومك وحياتك منخفضة وطاقتك زي ما احنا بنقول صفر. كل ده انت متعايشة معاه وزي الفل وداخلة جواه كده ومش عارفة تطلعي منه. هتجيلك لحظة من الإدراك ربنا يرزقك بيها، ويمكن يكون الفيديو ده هو أول محطة تبدأي تدركي إن الوضع اللي انت فيه غلط. ليه انت مش بتستفادي من كل يومك؟ ليه حياتك ما فيهاش جديد؟ ليه ما تيقنيش أو فعلا تقولي هو أنا هعيش كام مرة؟ إن العمر هو واحد وأنا لازم أعيشه صح ولازم أتقدم فعلا للأفضل، وده ما يكونش مجرد كلام فعلا. ازاي يا ام علياء؟ هنبدأ بكذا خطوة وبكذا جانب في الحياة، لان احنا عارفين ان الحياة مش جانب واحد، في جانب ديني وفي جانب نفسي، في جانب ثقافي، في جانب اجتماعي، جانب اهتمام عناية شخصية، جوانب كتيرة قوي لازم يعني نهتم بيها. هنبدأ اول حاجة بالجانب الديني، مش هتوسع فيه قوي يعني، غير ان هو انت تابعي بس كل الفيديوهات اللي في القناة معايا، هتلاقيني بتكلم في الجوانب دي او ايه الخطوات اللي هتقربك من ربنا او ازاي هترجعي بعد فترة من الغفلة. كل ده هتلاقيه. الكلام في الجانب الديني هو علاقة بين العبد وربه، ولكن انت كل المطلوب منك في الجانب ده اللي هو مجاهدة النفس في كل لحظة من حياتك. يعني المفروض يبقى جانب ديني، يعني كل لحظة من حياتي مرتبطة بتقوى الله عز وجل والالتزام بالمنهج الله، وان انا بفعل كل ما هو حلال وببعد عن كل ما هو حرام او مخالف شرعا، وبأدي الفروض والعبادات، وببعد عن الغيبة والنميمة، ونظف لساني من الألفاظ الغير شرعية وهكذا. لأن الحياة ملهاش قيمة بدون إيمان، بدون توكل على الله، بدون استسلام حقيقي لله عز وجل. هو ده أهم جانب وأول جانب لازم ترجعي فيه وتحسنيه، لأن انت زي الطفل التايه من أهله دلوقتي. لما ترجعي لله عز وجل يبقى ده أول خطوات الثبات النفسي، وأول خطوة هتبقى بداية الصلاح في حياتك إن شاء الله. فلما نبدأ أول حاجة نصلحها، أبدأ أصلح الجانب الديني. مقصرة في الفروض، بصلي متأخر، طب أنا ليه ما بصليش السنن؟ هي يعني إيه الصعب إن أنا أصلي ركعتين بعد كل فرض أو قبل الفرض؟ هو أنا ليه ما بصليش السنن؟ أنا ليه معتبرة السنن ده أوبشن كده زيادة، مع إنه هو اللي بيجبر الخلل اللي واقع في الفرض، هو ده اللي هيقرب لي لربنا، هو ده الحاجة اللي هتخليني فعلا أقرب أكتر لربنا. البعد اللي أنا حاسة بيه ده هو ده خطوة من خطوات القرب لله عز وجل، الالتزام بالسنن. بعد كده في مثلا الجانب الثقافي. يعني عامل يا ام عليا، يعني عايزه انا اقعد اقرا كتب وانا بقى فاضيه وانا ما بروقش، ما بحبش الكتابه، بتخنق القراءه. اسمعي بودكاست، في حاجات كتيره جدا هتطور من شخصيتك وتغير منظورك في الحياه. اسمعيها. يعني انا مثلا في اول الحلقه بقولك ايه اللي طفاكي؟ قاعده على الموبايل طول اليوم، مفيش اهتمام، قاعده كده بصي في سريرك تصلي الفرض انت مش مركزه، والحياه كده بتدور حواليكي وانت ثابته مكانك. فالموبايل ده هو ممكن يبقى مصدر ثقافه، احنا بنتكلم على الجانب الثقافي، يبقى مصدر ثقافه ليكي فعلا حبيبه قلبي، وتقدري تتعلمي منه حاجات كتيره قوي، سواء كانت تربويه، سواء كانت في الطبخ، سواء كان في الترتيب. ابدأي تثقفي وخدي معلومات عن كل حاجه، تابعي الاخبار من بعيد لبعيد كده، اعرفي الدنيا بيحصل فيها ايه، ما تبقيش كده مش عارفه ايه اللي بيحصل في الدنيا، تابعي وشوفي. يبقى هو ده يعني نوع من انواع الثقافه. طيب انا دلوقتي بقى لو هنتقل بعد كده ان انا اتكلم عن الجانب الشخصي. الجانب الشخصي ده بيشمل بقى ايه؟
اللي هو النفسية بقى كده من جوه، واتقبل نفسي، وهو اللي انا بعمله هو ده. يعني مش انا بداية التغيير ان انا عايزة اطلع من الشخصية المطفية اللي ملهاش لازمة دي ان انا اتغير، هو ده بقى اهتمام بالجانب الشخصي بقى، اللي هو برضو ابدا اقلل اللوم لنفسي، ابدا ازود ثقتي بنفسي ان انا هتغير وان انا هكون افضل، واللي بيتغيروا واللي حياتهم بتتحسن والمثقفين واللي قريبين من ربنا دول مش احسن مني في حاجه، غير ان هم بس جاهدوا نفسهم وخدوا خطوات التغيير، ما استسلموش للراحه والقعده للتليفونات بس والحاجات الفاضيه، واخده بالك؟ وبرضه وانتي بتطوري في جانبك الشخصي كده، ان انا هبدا اعمل الخطوات دي مع ام عليا وابدا فعلا اغير من نفسي، ولكن انا ممكن اقع، بس لما اقع ما اقعش بقى وارجع تاني للسرير والتليفون والبعد عن الناس كده، وابقى في دنيا في مكان كده ومنطقه معزوله لوحدي. لا، انا هقع واقوم تاني ان شاء الله باذن الله واحاول تاني، ومتوقع ان انا ما اقدرش اكمل في البدايه واتعب واقع، بس اقوم تاني واكمل، واخده بالك؟ لو هتكلم بقى في التغيير احنا كستات، الجانب بقى اللي هو الشكلي او الجانب المظهر، يعني اللي هو بقى المظهر مهم جدا يا بنات. مش لازم ان انا ربنا خلقني بقدر معين من الجمال ان انا طبعا هغير في نفسي. ايه يا ام علياء؟ غيري من نفسك، اهتمام بالبشره، اهتمام بشعرك، يبقى بشرتك نضره وفيها حياه، يبقى صحتك كويسه، بهتم بصحتي، هبعد عن حاجه معينه مضره بالصحه، هبدا ابعد عنها شويه بشويه لغايه ما ابعد عنها خالص في الاكلات مثلا او مشروبات معينه، سكريات، الحاجات دي كلها، وابدا فعلا اهتم بنفسي كده وبصحتي من بره ومن جوه. تعالي بقى اتكلم عن الجانب النفسي. اول حاجه يا بنات دلوقتي هتيجي في دماغك، ده ام علي بقى هتكلمنا عن الاكتئاب والقلق بقى والحاجات دي. لا، انا مش قصدي كده. الجانب النفسي يا بنات ان انا مثلا انا بظن كتير في الناس وبظن غلط وبغتاب الناس وصفاتي كده مش عجباني النفسيه والشخصيه. لا، انا هبدا ابقى اوعى وهبدا ابعد عن سوء الظن، ومش هركز في تصرفات الناس قوي، سواء كانت الحاجة دي أنا بظن إن هي حاجة وحشة ليا، إن هما الناس بيتكلم عليا، الناس بيقولوا عني مش عارفة إيه، حتى لو ظنون، أو إن أنا أتابع تصرفات الناس، لأن أنا عندي هدف أقوى وأعمق، إن أنا أتابع الناس بيقولوا عليا إيه أو أنا أقول إيه على الناس. ببدأ إن أنا أحسن من شخصيتي، بحسن من ردود أفعالي، بكون أهدى حتى لو أنا هحاول في الأول وهيكون صعب، بحسن من ألفاظي، بحسن من تعاملي مع الناس، بحسن من أخلاقي. كل الحاجات دي كلها بتكوني ممتنة طول الوقت إن في حياتك حاجات حلوة. الامتنان ده هو اللي بيرفع الدوبامين عندك أو بيرفع معنوياتك ويخليكي تكملي إنك ممتنة، أنا عندي كذا وكذا. ما عليها أقعد أقول أنا عندي إيه، مش شايفة حاجة. أعوذ بالله، إنك لو تقولي كده أنت في نعم ما تقدريش أصلا تعديها ولا تحصيها من الله عز وجل. عودي اكتبي كده إيه الحاجات الحلوة اللي في حياتك، هتبدأي معنوياتك ترتفع، وتبدأي ثقتك في نفسك ترتفع، وتحبي الحياة وتقبلي عليها أكتر وأكتر. الجانب الصحي بقى يا بنات نهتم بيه، اللي هو يعتبر ضمن اتكلمت معاه على الجانب الشخصي، بس لا، الجانب الصحي يعني لوحده كده بند. ببدأ أهتم بصحتي علشان هي أهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان الصحابة بيسألوهم ندعي بإيه، قال لهم صلوا الله العفو والعافية. يعني أهم حاجة إن الواحد يسأل الله العفو والعافية. من الأدعية المستحبة ما بين الأذان والإقامة إنك تسألي الله عز وجل دايما العفو والعافية، وموجودة في أذكار الصباح وموجودة في أذكار المساء. فالجانب الصحي هو أهم حاجة. تمام، قللي سكريات، قللي بقى الحاجات اللي هي لو بتاكلي حاجات من بره والمعجنات والحاجات دي، امشي حتى لو في البيت عندك طرقة روحي وتعالي فيها، انزلي مرتين بس في الأسبوع تمشي فيهم. كل ده على فكرة يا بنات مش هينعكس على صحتك وبس، الصحة لما بتبقى كويسة بينعكس على شخصيتك وعلى أفكارك نفسها بتتحسن، والمخ كده بيبقى عليه زي غيامة كده، بتبدأ تشوفي كده الدنيا صح. لأن أحيانا الغذاء الغلط وطريقة الغذاء الغلط فعلا بتكبس على المخ كده، وتحس الإدراك عندك أو الوعي عندك ضعيف. فلما بتقللي من السكريات ومن الحاجات دي الوعي عندك فعلا بيعلى تدريجيا. الجانب البيئي بقى أو البيت، أبدأ بقى يبقى ليا روتين في البيت،
برتب غرفتي أول حاجة، بحط دورة غسيل علشان يوم يبدأ كده يتحرك، الغسالة تشتغل وقلبي كده وحياتي مخي كده يشتغل معاها، أنشر الغسيل، أدخل على المواعين، يبقى ليه روتين وأعمله وأنا حباه، وافتكر كل يوم إن أنا خلاص ده أنا هخلص وأقعد أرتاح آخر اليوم، ده أنا النهارده هعمل ماسك كذا، ده أنا هعمل مش عارفة إيه لشعري. حفزي نفسك إنك ليكي حاجات هتعمليها، وهو ده التوازن يا بنات. إحنا بنعمل توازن في كل حاجة، البيئة والجانب الشخصي والجانب الديني والجانب النفسي والجانب الاجتماعي. فلما يبقى عندك توازن في كل جوانب حياتك انت اصلا هتبقي مستقرة نفسيا، والخطوات دي بتعمليها وبتنفذيها من غير صعوبة. فتحي الشبابيك، خلي الشمس تدخل بيتك، الهواء النقي، حتى لو عندك تكييف افصليه وافتحي الشبابيك. في الحر ده يا ام علاء، ايوه في الحر فتره الصبحيه ساعتين ولا ساعه، خلي الهواء بتاع بره النقي ده يدخل البيت، حتى لو بعد صلاه الفجر بيكون الدنيا هاديه شويه، خلي هواء نقي يدخل البيت. شغلي بخور، حطي معطر جو، حاجات كده تنعنش البيت نفسه. يعني بصوا بقى دلوقتي يا بنات، واحنا بنتكلم عن التغيير وانت شخصية مطفية كده ومكتئبة مع نفسك كده ومتقوقعة على نفسك، عايزة اتكلم عن جانب مهم، هو جانب العلاقات. ابحثي عن صحبة صالحة تدفعك للحياة وللتغيير وتخليكي دايما شخصية بوزيتيف كده او ايجابية، وابعدي عن الشخصيات السامة. أنا مش هقولك من بين يوم وليلة قطعي العلاقة بيها، ولكن قلليها تدريجيا، لأن الشخصيات السلبية في حياتنا ما بتزيدنا إلا تجمد في حياتنا ووقوف مكاننا وطاقة سلبية زي ما احنا بنقول. طب لو حد يا ام عليا ما اقدرش اقطع علاقتي بيه، ده حد من الارحام، جمدي العلاقة شوية بحيث انك حتى لو كده ممكن تسمعي وما تركزيش، ما تركزيش بحيث ان الحاجات دي مش تتنقل ليكي، او السلبيات اللي خاصة في شخصيات سامة بتكون حياتهم كويسة ويتصلوا بيكي او يقعدوا معاكي او يزوروكي عشان يحكولك عن مساوئ حياتهم فقط، ولكن حياتهم بتبقى كويسة جدا جدا. فدول بقى فورا انت لما تبدأي تهتمي انك تغيري حياتك، هتبقي مش فاضية بقى انك تركزي اصلا في حياة حد، هتبقي مركزة في حياتك قوي. بس ما تنسيش والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. اوعي تفهمي كلام غلط. لو فرضنا حد فعلا بيلجأ لك محتاج مساعدة او في كرب، ما تقوليش لا ام علاء قالت لي بعدي عن الهموم ماليش دعوة بالناس دي، لا ساعديها او ساعديه وقفوا جنبه. حبيباتي ومحباتي، لغاية هنا انتهت حلقة النهاردة اللي وضحت لك فيها ايه الاسباب اللي ممكن تبقى تخليكي فعلا مطفية، ان انت مش مهتمة بجوانب حياتك خالص. ابدأي اهتمي بالجوانب دي، ان شاء الله بإذن الله هتلاقي تغيير كبير جدا في حياتك. لغاية هنا انتهت حلقة النهاردة، ان شاء الله بإذن الله تستفادي بيها وتبقى نقطة انطلاق وتغيير في حياتك. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تزورونا، وأهم حاجة من فضلك شيري الحلقة لغيرك علشان غيرك يستفاد. دمتم في أمان الله. ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.